طلبت الحكومة الفارسية من بريطانيا تغيير الاسم من الفارسية إلى إيران لبلدهم. في عام 1935 طلب رضا شاه من البريطانيين والأجانب تسمية بلاد فارس باسم إيران. في 28 من ديسمبر 1934 كتب الوزير البريطاني في طهران كناتشيبول هوجيسون إلى جورج ريندل رئيس الإدارة الشرقية، واشتكى قائلاً: لقد تلقينا للتو رسالة سخيفة من الحكومة الفارسية تطلب منا تغيير الاسم من بلاد فارس إلى إيران للحديث عن إيران واو إيراني اعتباراً من 21 من مارس عيد النوروز رأس السنة الفارسية بدلاً من بلاد فارس واو الفرسي. كناتشبول هوجيسن إلى ريندل 28 من ديسمبر 1934. كانت وزارة الخارجية الفارسية قد وزعت بالفعل مذكرة توضح أنها ترغب فقط في تصحيح الأخطاء في أصل الكلمة والتاريخ، ولم يكن في رأيهم إلا أمرا سيئا أن نستخدم الكلمة التي يستخدمها المؤرخون اليونانيون. دفع هذا ناتشبول هوجيسن إلى الكتابة إلى ريندل: أفهم أن الشخص المسؤول في الأصل عن ذلك هو هيرودوت، الذي لم يكن قادرا على توقع حساسيات اللغة الفارسية الحديثة، ولم يكن مهذبا بما يكفي في إشاراته إلى ذلك البلد. كانت الأسباب الكامنة وراء التغيير أكثر تعقيدا بعض الشيء. حدث التغيير في عام 1935 عندما كان النظام النازي الألماني في السلطة وأعلن أيديولوجيته باستخدام العرق الآري. أولاً، عرف الفرس بلادهم بأنها مسقط رأس ومهد العرق الآري، وعليهم الاستفادة من هذا الاسم، خاصة وأن بعض الدول الكبرى في العالم كانت تدعي الانتماء إلى العراق الآري. سباق. ربما لن تتفاجأ عندما تسمع أن هذا هو ما اقترحه السفير الفارسي الصديق للنازية في برلين. ثانياً، ظنوا أن اسم بلاد فارس يستحضر صوراً فظيعة في أذهان الأجانب بسبب سلالة القاجار. كتب الفارسي: كلما يتم نطق كلمة بلاد فارس أو كتابتها فإنها تذكر الأجانب على الفور بالضعف والجهل والبؤس والافتقار إلى الاستقلال والدولة الجامحة والعجز التي ميزت القرن الأخير من التاريخ الفارسي. وهذا هو الرد البريطاني على طلب الفرس. كتب أندرو لامبرت: يبدو من الحساسية المفرطة لدى الفرس أن يفترضوا أن اسم بلاد فارس الذي ظل مستخدما لعدة قرون، والذي ربما لا يعني شيئا أكثر من قط وسجاد في أذهان معظم الناس، يجب أن يذكر الأجانب بالضرورة بهذه الصورة التي تعود إلى قرن من الزمان. من البؤس والفوضى، رفض البريطانيون طلب الفرس للأسباب التالية. وكان سبب الرفض أنهم قالوا إن هذا الاسم يعود إلى السكان الأصليين من العراق الآري الشعب الكردي، ولهذا السبب رفضوا الطلب الفارسي بتغييره إلى اسم جديد لأول مرة باسم إيراني، لأنه اقتضى تغيير هذا الاسم في جميع الوثائق الدولية، وكان تغيير بلاد فارس إلى إيران يعني في جميع المراسلات الرسمية تغيير أسماء الشركات، خاصة شركة النفط الأنجلو فارسية والبنك الإمبراطوري الفارسي، وربما اسم الشركة الخليج العربي، ويعني أيضا تعديل الخرائط بما في ذلك الخرائط والمسوحات العسكرية لإعلام عامة الناس تسليم الرسائل المرسلة إلى بلاد فارس. أخيرا، تخشى وزارة الخارجية البريطانية من احتمال الخلط بين إيران ودولة العراق الجديدة نسبيا. ذهب الوزير الفارسي في لندن حسين علاء إلى الصحافة للدفاع عن التغيير، وكتب إلى رئيس تحرير صحيفة التايمز في 29 من يناير 1935: ما نفعله هو ببساطة أن نطلب من الآخرين أن يتحدثوا ويكتبوا عنا باسمنا الحقيقي، بالاسم الذي استخدمناه دائما لأنفسنا. نريد إزالة الشذوذ المتمثل في بلد يعرفه الأجانب باسم بلاد فارس في حين أنه في الواقع يسمى إيران. حسين علاء إلى جون سيمون 18 من آذار مارس 1935: بدت الحجة وهي بعض الشيء، نظرا لأن معظم البلدان تسمى باسم مختلف في كل لغة. أشارت كناتشيبول هوجيسن إلى أن الفرس أنفسهم أطلقوا على اليونان اسم يونان
بدلاً من هيلاس وبولندا لاهستان وليس بولسكا. وعلقت الإدارة الشرقية قائلة: قد ننتهز الفرصة ونطلب في المقابل أن نطلق علينا اسم بريطانيا العظمى بدلاً من إنجلستان في جميع المراسلات الرسمية. في 18 من يناير 1941 أرسل وينستون تشرشل محضراً إلى أنتوني إيدن وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك، يطالب فيه بمعرفة سبب تسمية بلاد فارس بإيران. وبعد أن روى رئيس الوزراء القصة بأكملها، خلص إلى ذلك: في جميع المراسلات سيكون من الأفضل استخدام كلمة بلاد فارس بدلاً من إيران، وإلا فقد تحدث أخطاء خطيرة بسهولة من خلال التشابه بين إيران وميسوبوتاميا، ويجب بالطبع إجراء المراسلات الرسمية مع الحكومة الفارسية بالشكل الذي يحلو لها. في جميع المراسلات سيكون من الأفضل استخدام كلمة بلاد فارس بدلاً من إيران، وإلا فقد تحدث أخطاء خطيرة بسهولة من خلال التشابه بين إيران وميسوبوتاميا، ويجب بالطبع إجراء المراسلات الرسمية مع الحكومة الفارسية بالشكل الذي يحلو لها. محضر تشرشل 2 من أغسطس 1941، أخيراً في صيف عام 1959، في أعقاب المخاوف من أن الاسم الأصلي، كما قال أحد السياسيين، حول المعروف إلى مجهول، تم تشكيل لجنة بقيادة الباحث الشهير إحسان ياريشتر للنظر في القضية مرة أخرى، وأوصوا بإلغاء قرار 1935. وقد وافق على ذلك محمد رضا بهلوي آخر ملوك الفرس. ومع ذلك كان تنفيذ الاقتراح ضعيفا، ممن سمح ببساطة باستخدام بلاد فارس وإيران بالتبادل. في الوقت الحاضر أصبح كلا المصطلحين شائعين: بلاد فارس في الغالب في السياقات التاريخية والثقافية، إيران في الغالب في السياقات السياسية. وبالمناسبة فإن كلمة بلاد فارس تأتي من مدينة بارس، عاصمة الإمبراطورية الأخمينية. اعتمد اليونانيون هذه الكلمة للإشارة إلى البلاد بأكملها باسم بلاد فارس، وفي الوقت نفسه أطلق الفرس على بلادهم اسم إيران، والتي تعني أرض الآريين باللغة فارسية. في اللغات الغربية تم تسجيل جميع الجوانب الثقافية الرئيسية لإيران على أنها فارسية، على سبيل المثال: السجاد الفارسي، الخليج الفارسي، القط الفارسي، رأس السنة الفارسية، اللغة الفارسية، المطبخ الفارسي، الأدب الفارسي، البطيخ الفارسي، الإمبراطورية الفارسية، إلخ. معلومات إضافية.